أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. تنظيم سيمينارات تنويرية لأدوية مضادات البكتيريا. ارتفاع المشاركة في التعليم في ميمنة. حصاد مزارع أسر الشهداء في شامبوكو. عشرات الآلاف يلقون حتفهم في إفريقيا بسبب الأدوية المغشوشة. رئيس الوزراء الياباني في أول زيارة من نوعها لأستراليا. ومقتل 11 شخصا مع وصول الإعصار جاجا لجنوب الهند. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تنظم السيمينارات التنويرية في جميع الأقاليم بشأن أدوية مضادات البكتيريا ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لأدوية المضادات البكتيرية المنظم من 12 وحتى 18 من نوفمبر تحت شعار لنستخدم جيدا مضادات البكتيريا كي لا نبقى غدا دون خيار. وهدفت التوعية الجارية بتعاون وزارتي الصحة والزراعة عدم تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبيب، والتعريف بأن المضادات الحيوية لا تعالج الأمراض الفيروسية، وتجنب الاستخدام السيء لمضادات البكتيريا، وأن المضادات الحيوية لا تعالج جميع الأمراض. ودعا مسؤول خدمات الدواء في إقليم القاش بركة سيد نأمن قبر مدهن المواطنين عامة والمزارعين خاصة لتوخي الحذر لكون الإقليم متخام لدول الجوار ويشهد أنشطة زراعية واسعة، وحث لجعل المضادات الحيوية والمبيدات الحشرية الخيار الأخير عند الضرورة باستشارة المهنيين الصحيين والزراعيين. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتورة مانيال محرت آب دور المضادات الحيوية العلاجية، لكن الإفراط في تناولها وإساءة الاستخدام أدى إلى زوال فعاليتها، مشددا على ضرورة الاستفادة منها فقط بوصفات طبية. وتجري برامج التوعية في إقليم عنسبة والأوسط وجنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر أيضا، وفي المؤسسات الصحية والتعليمية والمنشورات. أوضح التقييم الذي جرى في 10 من نوفمبر عن ارتفاع المشاركة في التعليم بنسبة 25% في مديرية ميمنة بالمقارنة مع العام الماضي. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ كبروم قبر مدهين في التقرير الذي قدمه أن أنشطة التوعية المنسقة أسهمت لرفع مشاركة الطلاب في التعليم، حيث ارتفع العدد من 10,548 في العام الماضي إلى 13,168 في هذا العام. وأشاد بالدعم الشعبي للمعلمين، داعيا لاتخاذ المبادرات لحل النقص في الفصول الدراسية الناجمة عن زيادة الطلاب. وقدم المشاركون آراء تساعد لحل نواقص التعليم. هذا وتوجد في مديرية ميمنة 16 مدرسة ابتدائية ومتوسطة. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة سيمينارات يومي 13 و14 من نوفمبر في مدينة كرن حول المسؤولية المرحلية للمرأة. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة آمنة حسن في السيمينارات التي شاركت فيها العضوات من إدارات الضواحي والمؤسسات الحكومية أن أولويات الشعب الإريتري في المرحلة الجديدة التنمية الاقتصادية، ويجب تعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة لتحقيق ذلك. وطالبت السيمينارات الدفع بأنشطة تنظيم وتوعية المرأة وفتح فرص التعليم للمرأة. قام أفراد قوات الدفاع بحصاد مزارع أسر الشهداء في ضاحية دم بحبرت بمديرية شامبوكو. وأوضح مدير الضاحية السيد رزان عقبو عن جمع محصول 32 أسرة شهيد بالنفير، مؤكدا بأن التعاون والتعاضد سمة الشعب الإريتري، ومساعدة أسر الشهداء تعبير عن الاعتزاز والاحترام. وأشار المشاركون في النفير بأن مساعدة المحتاجين من قيم الشعب الإريتري التي ترسخت في قوات الدفاع. نظم سيمينار توعوي للعاملين في المؤسسات الحكومية بمديرية نقفة حول التبرع الطوعي للدم. وأكد مسؤول التعبئة والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد برهان المسجد على عدم وجود تأثير صحي سلبي على صحة المتبرع بالدم، بل له مساهمة كبيرة لإنقاذ الحياة، داعيا المواطنين ارتقاء وعيهم بالتبرع الطوعي للدم وتصحيح الفهم الخاطئ.
وقال مدير مستشفى نقفة سيد محرت آب زودي إن الدم المتبرع به يقدم لحالات النزيف جراء الحوادث والأمراض المختلفة، مشيرا إلى أنشطة التوعية الجارية في جميع الضواحي لتنمية التبرع الطوعي للدم. وأشار سكرتير جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد سمرة برهة أن جهود رفع عدد المتبرعين الطوعيين للدم في الإقليم تحقق نتائج مرضية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أفاد تقرير نشر مؤخرا بأن عشرات الآلاف من الأشخاص في إفريقيا يلقون حتفهم سنويا بسبب الأدوية المغشوشة. وتصنع الأدوية بشكل رئيسي في الصين بالإضافة للهند وباراغواي وباكستان وبريطانيا، حيث أفاد التقرير الذي تم بتمويل الاتحاد الأوروبي وتدعمه الشرطة الدولية الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية إن نحو نصف الأدوية المغشوشة أو متدنية الجودة التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية بين عامي 2013 و2017 عثر عليها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وجاء في التقرير أن المحتالون يتصيدون الدول الأفقر أكثر من الدول الأكثر ثراء، مفيدا أن الأدوية رديئة الجودة أو المغشوشة تتسبب في وفاة ما بين 64,000 و158,000 كل عام في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضافت منظمة الصحة العالمية إن قيمة سوق الأدوية المغشوشة تبلغ نحو 200 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعلها أكثر تجارة مربحة من سلع منسوخة بشكل غير مشروع. أصبح شينزو أبي أول رئيس وزراء ياباني يزور مدينة داروين الأسترالية منذ أن قصفتها القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، مما يشير لمتانة التحالف المهم بين البلدين. ووضع أبي ونظيره الأسترالي سكوت موريسون أكاليل زهور عند نصب داروين التذكاري قبل الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحرب، وتعبيرا عن متانة العلاقات التي تطورت في العقود التالية للحرب. وأكد الزعيمان مجددا على الصلة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهدا بالاستثمار في البنية التحتية في المحيط الهادي في مواجهة النفوذ المتنامي للصين. وأشاد أبي بالجهود المتفانية للكثيرين لتتحقق المصالحة بين اليابان وأستراليا، وأصبح بينهما شراكة استراتيجية من نوع خاص. قال مسؤولون إن الإعصار جاجا وصل اليابسة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة الكهرباء بعد إجلاء أكثر من 80,000 شخصا إلى مناطق آمنة. وقال كي جي راميش المدير العام لهيئة الأرصاد الحكومية إن الإعصار وصل اليابسة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، لكنه فقد بعضا من قوته مع تحركه إلى الداخل. وذكر مسؤول بهيئة إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو أنه تم التأكد من مقتل 11 شخصا. وأضاف المسؤول إن حكومة الولاية أقامت أكثر من 470 مخيما للإغاثة، وأجلت أكثر من 80,000 من منازلهم في المناطق المعرضة للخطر. في النبأ الأخير، يقول علماء سويسريون إن جبل أليتش في سويسرا أكبر الجبال الجليدية في غرب أوروبا يذوب بوتيرة لم يسبق لها مثيل، إذ يفقد ما يصل إلى 12 مترا من الجليد سنويا. وهذا الذوبان جعل الجبل الموجود في منطقة جبال الألب موقعا لحدث ترويجي، حيث قرر المنظمون تشكيل ما قالوا إنها أكبر بطاقة بريدية في العالم. ويأمل الناشطون في مجال مكافحة التغيير المناخي أن يقنعوا المزيد من الشباب على المشاركة في السيطرة على ارتفاع درجة حرارة الأرض. وفي المجمل وصلت 125 ألف بطاقة بريدية مصحوبة برسائل لمكافحة التغيير المناخي أرسلها شباب من أنحاء العالم، وجرى تجميعها على ارتفاع 3400 متر تقريبا في يونيفخايرو الطرف العلوي من جبل أليتش. وتقول رسالة أخرى على الثلوج: أوقفوا ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.6 درجة مئوية، في إشارة لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في الشهر الماضي. ويخشى خبراء علوم الجليد في جامعة زيورخ من أن جبل أليتش الجليدي الذي يمكن مشاهدته من الفضاء قد يختفي بحلول عام 2100.
نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. حبريتان تخاتلتي أجلجلوت تلفزيون إرترا أب أستراليا نيوزيلاندن أغربي أجلجلوت ساتلايت بزقبرو ظلم معراي أب نيوزيلاندن أستراليا نتركو تعذبتي أجلجلوتنا راديو تلفزيون كتكتاتلو صنحكم مسمار غير سلازلو بزي صعب حدش مسمر كتكتاتلونا كما تخلو نحبل فريكونسي 13500 بولاريتي فيرتيكال سيمبل ريت 22.5 FEC 43 اتقدم حجي تقلقلوا تصنحكم مسمر كساب مودات حدر معرض حدش مسمر كسرح ونتخونه دحر حدار قم كعد صوم خانو نحبر مينستري زينا